اهلا وسهلا بحضراتكم، اسعد بلقائكم اليوم في حلقه جديده من 30 عقده الجربر في 30 يوم من رمضان. جالنا سؤال من صديق عزيز علينا. السؤال ان الراجل بيشتغل في مكتب تعالوا نسمع المشكله مع بعض ونحللها سوا. كل سنة وحضرتك طيب يا رب، وربنا يديك الصحة حبيبي ويرزقك علم تنفع بيه الأمة كلها يعني. الفترة الأخيرة كان بتعامل مع مكتب بترول في الصين. فهم شغالين على برامج غير جربر وغير جيماني وغير البرامج المعتادة عندنا يعني. فهو بيبعت لي الملف بصيغة دي اكس اف. طبعا عشان اخرج الملف وادخله على جيربر بيحتاج بقى تقعد تدرج من تاني، وبيبعت لي ملفات احيانا بيبقى القطع مش كاملة. بيبعت لي مثلا ترنج مثلا كامل، تلاقي فيه قطع متشالة من الترنج، زي جيب مثلا فردة صدر، جنب بنطلون الكلام ده. فهل في حل؟ حتى هو بيبعت لي ماركر، لما باجي ادخل الماركر على البي دي اس، الماركر بيبقى تقيل جدا على الجهاز. يعني اول مره اشوفها. طبعا الماركر عندهم بيبقى مكتوب عليه كلمات كتير واستفسارات لكل حاجه والكلام ده. ففي ظل الكلمات والكلام ده بيبقى الماركر مشحون حاجات كتير، فبتيجي تدخله مثلا على البي دي اس بيخلي الجهاز تقيل. فانا شكيت ان هو موضوع الجهاز، فانا كده كده هغير الجهاز قريب ان شاء الله، يعني هجيب جهاز نظيف. فهل في حل ان انا افتح الملفات دي عن طريق دي اكس اف بالتدريج بتاعها، وما تستهلكش مني وقت كتير وتنجزني؟ يعني عندنا برنامج كده ساين ماستر، ده متخصص لقطر بلوتر بتاع الطباعة. فانا لسه النهارده مكتشف دي، ان انا بدخل الماركر مثلا على البرنامج بتاع الساين ماستر ده عشان اعرف اخرج الاجزاء مثلا اللي ناقصه والكلام ده. بقسم مثلا الماركر نصين، او بطلع الاجزاء اللي انا محتاجها وارجع تاني اصدرها بصيغه دي اكس اف عشان افتحها على جرب، وبرجع تاني اظبط تدريج والكلام ده. يعني هحاول ابعت لحضرتك دلوقتي مثلا ملف دي اكس من دي اكس اف من اللي هو بعتهولي، وملف ماركر مثلا. فانت حاول تدخل الماركر مثلا على البي دي اس، هتلاقيه تقيل معاك يعني. فلو لقيت حل يعني يبقى انت خدمتني والله، ووفرت عليا وقت كتير جدا يعني. طيب هو هنا بيسأل على الحل ان هم بيبعتوا له ماركر، وطبعا احنا عارفين ان قصة ان انا عشان ادخل او افتح الماركر على الباترن ديزاين واقعد اشف قطعة قطعة، ده امر مزعج جدا وامر مش سهل خالص. وانا هعمل لكم مرة تانية ازاي نعمل ده على الباترن ديزاين. لكن احنا بالبحث والتنقيب كده لقينا ان في برنامج اسمه اوبتيتكس ده يقدر ياخد صيغه الملف البي ال تي يطلعها لي قطع مره واحده جاهزه، مع توفير كل الوقت والجهد عشان خاطر اقدر انجز المهام بتاعتي بسهوله جدا. طيب تحت شرح الفيديو هسيب لكم رابط تحملوا منه البرنامج، وهسيب لكم رابط كمان تحتيه طريقه تسطيب البرنامج انا عاملها ومجهزها. الموضوع سهل جدا وبسيط. على الجهاز ده سطبنا الاوبتيتكس اهو، وجبنا المراكر. يمكن الباشمهندس هنا بيقول ان المراكر ما بتفتحش معاه دي اكس اف، وانا شارح عندكم في العقده ال 15 ازاي ندخل اي ملف دي اكس اف بالتدريج بتاعه. بس هو هنا الملفات مكتوبه باللغه الصينيه، فطبعا احنا يفضل جدا ان اجي على الفايل كده واقول له رينيم، واسميه حرف يا اما سي او دي او اس، مثلا دي اس او دي سي، اي حرف بالانجلش، او اسميه بالارقام. يعني مثلا هنسميه تي ار كده، يخش معايا بمنتهى البساطه جدا على الكمبيوتر. وارجعوا اتفرجوا على العقده ال 15 عشان وقت الحلقه. طيب جبنا احنا فايل بصيغه بي ال تي سميناه اي بي سي اهو، وحطيناه على الديسكتوب. ادي الباترن ديزاين عندي بتاع الاوبتيتكس اهو. يبقى ده برنامج هنستعين بيه ان احنا نفتح عليه البي ال تي فايل، ونقدر ناخد الباترونات عندنا، ونقدر نعشق كمان البي ال تي لو مش عاجبنا التعشيق. هاجي هنا افتح الباترن ديزاين، وهقول له من فايل انا عايز استورد داتا اكستشينج اهي، امبورت. استورد لي الملف بتاعي موجود على الديسكتوب اللي هو اي بي سي، وهنا انا عايزه بالانش بالبوصه، وهنا دي اكس اف لا انا هخليها اتش بي جي ال لان هو بي ال تي. تمام كده، وهقول له ابلاي.
هيحمل عندي على الباترن ديزاين، اقدر افتحه بسهوله جدا واسحب من غير بقى التريس بتاعه الجيربر، اقدر اسحب اي قطعه انا عايزها واقدر اصدر ده على طول بسرعه بصيغه دي اكس اف. فالموضوع هنا سهل جدا وبسيط اهو. اوكي، اقدر اسحب الكم ده عادي جدا اهو. لو كبرت هنا هلاقي كل حاجه بالانوتيشن بتاعتنا زي ما هي اهو. اللون الاحمر طبعا ده المقاس، يقول لي ده مقاس سمول. هنا الانوتيشن اللي احنا كنا حاطينها في الجيربر ده رقم الموديل 13 فرونت. تمام كده اهو، كل حاجه موجوده بالنوتشز بكل حاجه انا عاملها. موضوع سهل جدا وبسيط. حاجه تاني بقى من فايل وهقول له داتا اكستشينج اكسبورت، انا عايز اطلع ده بقى. خلاص هطلعه عندي هنا اكسبورت واحطه على ديسكتوب، وعندي هنا الصيغ اللي اطلع بيها زي ما انا عايز اهو. طب اقدر اطلعه بدي اكس اف؟ اقدر اطلعه بدي اكس اف عادي جدا. خلاص، واحطه على الديسكتوب. اوكي، طلع عندي على الديسكتوب بقى موجود بصيغه دي اكس اف موجود. اقدر افتحه على الجيربر عادي جدا واسحب كل قطعه واعمل كرييت نيست. ترجعوا لقوائم الجريد اللي احنا شارحينها على قناه جيربر توجيزر، اللي هتقف مع حاجه يبعت لي في الكومنتات اشرحها له تاني. اعمل كرييت نيست وارص القطع بتاعتي فوق بعض. هنا الباترون دخل عندي بمنتهى السهوله والبساطه. اقدر اجي جدا عادي من الماركر بقى بتاعهم اهو، بتاع الاوبتيتكس، ومش عاجبني التعشيق بتاع البي ال تي، اقدر اعشقه تاني واطبعه تاني عادي جدا، مفيش مشكله خالص. هاجي هنا اقول له امبورت فروم كاد، وهاجي هنا اختار الفايل بتاعي، هقول له ده اتش بي جي ال، وادي نفس القصه انشز هنا اهو. براوز هات لي الاي بي سي بي ال تي اهو، اقول له هنا ابلاي. تمام كده ظهر عندي هنا. هقفل دي دلوقتي، وعايز اهو كل حاجه هنا بمقاسها، كل حاجه هنا بتفاصيلها. تمام كده، وهو متعشق هاجي هنا اقول له انا عايز اعيد تعشيق ده اهو. طيب انت هتاخد وقت قد ايه؟ اديني دقيقه واحده عادي جدا عشان وقت الحلقه. تمام كده، والنست هنا ونو جروبس. اوكي ستارت، يلا وريني. تمام، اوكي تو كلير ماركر، يلا. طبعا احنا ظهر عندنا بقى في الفيرجنات الحديثه جيربر 17 و18 ان انا ينفع اعمل اعاده تعشيق للبي ال تي فايل. احنا طبعا ما لعبناش في اي دايمنشنز، اي ابعاد للباترون خالص. احنا خدناه بنفس الصيغه، حطيناه عندنا على الجهاز، كل حاجه زي ما هي. اقدر بعد كده اقول له بلوت من هنا، او اقدر اطلعه بصيغه بي ال تي واطبعه على الجهاز التاني. اعمل اللي انت عايزه، المواضيع بالنسبه لي سهله. يبقى هنا دي الاجابه البسيطه على المراكل بتاعت الصين. الصين احنا عارفين ان في دايما عقده بينها وبين امريكا، وهم عندهم حق في الكلام ده، يعني ان هم ما بيحبوش يشتغلوا باي برامج غير في البرامج بتاعت بلادهم. فبالتالي تلاقي الموضوع فيه شويه تعقيدات كده. فانا اقدر استعين بالبرنامج ده اني اطلع الباترونات بتاعتي اللي عامله لي مشكله او جايه تقيله عندي، واطلعها من البرنامج بصيغه دي اكس اف وادخلها على الجيربر عادي جدا بمنتهى السهوله والبساطه. بالتوفيق، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.